دخلت المطبخ لقيت شوية رز كده باقيين في التلاجة. قعدت ادعبس كده شوية، لقيت كمان شوية بتنجان على شوية فلفل على شوية طماطم. فكرت اعمل اكلة كده كاملة متكاملة. يا ترى هتكون ايه هي الاكلة؟ هنشوفها وهنشوف كمان سرها. هي اكلة شامي ومتكاملة زي ما قلت لكم، المقلوبة. بتتعمل بفراخ او بلحمة او بتتعمل بخضار، بس الحقيقة طعمها كده يعني حدوتة. بتوديك كده لعالم تاني، كده طعمها كده ميكس كده هايل جدا. والناس بتحبش الخضار هتاكل الخضار في الوصفه دي. اول حاجه هنعملها مع بعض ان احنا نتبل الفراخ او من غير فراخ خالص. عندي هنا صدور بانيه، وعندي زعتر، وعندي قرفه، وعندي كمان مستردة، وشويه من عصير الليمون، واكيد طبعا ملح وفلفل. شويه خضار بقى اللي هو الفلفل والبتنجان والطماطم اللي قلت لكم عليهم في اول الحلقه، وكمان شويه بقى من الرز البسمتي او الرز الابيض المتاح عندك. المهم ان احنا مش هنرمي حاجه ابدا. عندي هنا شويه كده من الزعتر، وده اختياري بس هيدي تست حلو. شويه من القرفه، ده مش اختياري خالص، ده اساسي. وعندي هنا عصير ليمون، وعندي بقى شويه كده من معلقه تقريبا من المستردة. ممكن استغنى عنها بس الحقيقه بتدي طعم هايل جدا. في عندنا هنا شويه كده من الملح عشان اتبل الفراخ بتاعتي، وشويه كمان من الفلفل الاسود. ابتدي اقلب كده عندي التتبيله دي هنا مع بعض. اخد بقى عندي هنا قطع الفراخ بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده متقطعه سميكه شويه. لو عندي بانيه رقيق مفيش اي مشكله، بس كده هيبقى احسن وهقول لكم ليه. ابتدي اضيفها هنا عندي كده في التتبيله. تبلت الفراخ بتاعتي وهسيبها يعني اقل حاجه خالص ربع ساعه في التلاجة علشان تتشرب التتبيله دي وتمسك فيها كده، وطعم التوابل اللي فيها تاخد كده الريحه والطعم. بعد كده هنضيفها على طول على الجريل. ابتدي عندي بقى انزل هنا كده بحوالي 4-5 معالق زيت كده في الجريل بتاعي. سخنت عندي هنا الجريل بتاعي، ومهم جدا او انا بحب اكتر ان يكون حاجه كده جرانيت علشان بتبقى سهله كده في التعامل. مفيش بقى ايه كل شويه الفراخ مننا تلزق تتقطع، بيكون الموضوع اسهل بكتير. هننزل دلوقتي بالبانيه بتاعنا عشان نسمع الصوت المميز جدا. طبعا اختياري ان انا انزل الفراخ عندي في جريل يكون في مارك بالشكل ده علشان اخد الشكل الحلو بجد والمناسب للطبق بتاعي، عشان هنقدمه في الاخر بشكل يشرفنا قدام ضيوفنا. هنيجي بقى لمرحله الرز. رز ابيض عادي جدا، سواء باقي عندي او عايزه اعمل الاكله دي مخصوص، فسلقت شويه رز. طيب عندي تقريبا حوالي، المفروض ان الرز مستوي، فعندي تقريبا من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من الميه. هضيف عليها ايه بقى؟ هضيف عليها كده شويه ملح صغيرين، وهضيف كمان سنة كده من القرفة، وهاخد بقى كمان عندي شوية كده من الكاري او الكركم زي ما احنا حابين. عايزين نزود شوية او نقلل شوية زي ما نحب. خدت الكمية المناسبة اللي انا عايزاها من الكاري، ممكن كاري وكركم او كاري بس او كركم بس. هقلب كده المقادير كده عندي دي مع بعض علشان ابتدي اوزعها عندي على الرز وياخد كده الطعم بتاع الكاري وبتاع القرفة كمان اهو كده بالشكل ده. ابتدي بقى اعمل ايه؟ انزل بقى كده هنا عندي على الرز. ابتدي بقى اقلب كده عندي الرز بقى كله كده علشان ياخد الطعم. هيجي لي بقى سؤال، طب الرز بقى بما انه مستوي مش هيعجن؟ مش هيعجن خالص، الرز عندي بارد ومستوي. او انا يمكن في العادي يعني ما بسويش الرز السوى اللي هو الكامل، او لازم الرز تبقى فيها كده ايه قطمه كده بسيطه علشان نحس بطعم الحاجه. فلو حسين ان الرز بتاعنا مستوي زياده، لا ممكن اقلل هنا شويه الميه، شويه اخليها مثلا ربع كوبايه. المهم ان انا اوزع فيها التوابل بتاعتي علشان اقلبها كده مع الرز. كده عندي اهو الرز كده عندي هنا تمام كله اتقلب. مش عايزه اقول لكم اصلا يعني ايه ريحه القرفه والكاري بدات خلاص تطلع من قبل ما يتحط كمان على النار.
نبتدي بقى نعمل ايه؟ نجيب كده الحله بتاعتنا وناخد الفراخ اللي احنا عملناها كده وشويه الخضار. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بما ان بقى عندي حله جرانيت وجودتها كويسه جدا ومتاكده انها مش تلزق الاكل معايا خالص، فانا مش هضيف اي دهون خالص، هكتفي بالدهون اللي موجوده عندي في الخضار وفي الفراخ. عشان كده اهو من غير اي زيت ومن غير اي زبده ابتدي كده الاول. شايفين الفراخ عندي بقى لونها يجنن، وسر من اسرار الاكله انها توصل للون ده علشان كله هياخد دلوقتي من طعم بعض وهيبقى حلو جدا. ابتدي كده ارص عندي الفراخ بتاعتي. بعد ما رصيت عندي هنا الفراخ احط بقى طبقه من شرايح الطماطم. ابتدي ارص كده شرايح الطماطم، ودايما اقرب كده اي حاجه انا هرصها للاطراف علشان لما اجي اقلبها بقى تديني كده شكل حلو وفي نفس الوقت الوان كده تفتح النفس. بعد كده اخد بقى شرايح الفلفل الاخضر. حابه بقى يكون فلفل الوان ماشي، بس انا شايفه انه الاخضر الحقيقه هيكون لايق اكتر معايا بما ان عندي الطماطم لونها احمر والبتنجان داخل كده ما بين اللون الاصفر والبني، فمش محتاجه فلفل الوان. البتنجان والفلفل عندي هنا ممكن ان انا اشويهم في الفرن، ممكن ان انا اشويهم على جريل زي ما عملنا كده مع الفراخ بسيط خالص كده على النار، وممكن ان انا اقليه قليه عادي جدا بس تبقى نص قليه او قليه كامله زي ما انا حابه. نيجي بقى للبتنجان، وده بقى انا محتاجه اعمله كده، يعني نصه كده على الحشو بتاعي كله اللي تحت ده، والنص التاني كده على اطراف الحله اهو داير ما يدور كده معايا. طبعا ده هيساعدني كل ما البتنجان بتاعي كان مدي بشكل طولي اكتر كل ما هيديكوا الشكل ده اللي انا بقول لكم عليه، يعني هيساعدكم كده اكتر اهو بالشكل ده كده. ممكن اقطعه مستدير عادي برضو جدا، مش هيقول لا، يعني حسب شكل البتنجانه اللي عندك بقى في التلاجة وانتي وحظك. ابتدي بقى هنا اضيف كده الرز بتاعي، وكل ما هضيف كده يعني طبقه احس بصوا ان هي غطت كده انا بضغط عليها. ليه بقى بضغط عليها؟ علشان لما اقلبها تكون كلها شكلها متماسك اهو. وابتدي اقفل كده بالجناب. طبعا انا ضامنه كده كده ان الرز بتاعي مستوي، فمحدش يقول لي طب الكبسه دي بقى مش هتخلي الرز يستوي اصلا ويبقى فيه حاجات نيه. انا اصلا الرز عندي كده كده مستوي سواء باقي او انا سلقاه مخصوص. فابتدي اكبس كده بالشكل ده. ولعنا كده النار بتاعتنا على الحله بالرز بكل حاجه. طب هنزود ميه يا بسمه؟ لا مش هنزود ميه. ليه بقى؟ عشان انا في الاول خالص لو فاكرين زودنا شويه الميه بالتوابل وقلبناها مع الرز. طب الدنيا هتتجانس ازاي مع بعض؟ ما تنسوش ان في فراخ تحت هتنزل السوائل بتاعتها. انا شويتها على الجريل لمده 3/4 سوا تقريبا، فبقيه الربع التاني بتاع السوا ده يبتدي ينزل ميته. تبتدي الميه دي تطلع طبعا بخار عندي مع الرز ومع الخضار بتاعي، وفي طماطم هتنزل كمان ميتها، فانا مش محتاجه خالص ان انا ازود اي ميه. انا بس النار عاليه دلوقتي لمده 5 دقايق بالظبط، وبعد كده هنهدي النار خالص لمده 10 دقايق ل 15 دقيقه. هيفضل على اقل نار هاديه جدا، وبعد كده ناكلها بالهنا والشفا. شايفين الميه اللي موجوده عندي هنا؟ هو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه. الميه اللي تحت بتاعه الطماطم وبتاعه الفراخ هتبتدي تعمل لي بخار، فانا مش محتاجه اضيف اي سوائل تاني. يلا بينا نقدمها. اجيب بقى عندي هنا سرفيس لازم يكون اكبر من المقاس الحله بتاعتي علشان نبتدي نقلبها. خلصت وصفتنا، ومش عايزه اقول لكم ريحتها بجد تجنن. ميكس كده لطيف جدا. ممكن يبقى معاه عيش محمص بيبقى حلو قوي، والاساسي بقى اللي بحبه طبعا جنب الطبق ده هي سلطه الزبادي بالطحينه، او زبادي بس، او زبادي بمايونيز. ويا سلام بقى لو سلطه الزبادي دي فيها سنه كده من النعناع وفص ثوم، هتلاقوا الطعم بجد حدوته. جربوها، وكل حلقه هنعرف سر الاكله. باي باي.